قلت لك إن في عروسة اختفت يوم فرحها، وبعد 10 سنين ظهر صوتها من تحت الأرض. ولو قلت لك إن المكان اللي سمعوا فيه الصوت كان تحت الكنيسة اللي اتجوزت فيها. القصة بدأت سنة 1999. بنت اسمها إليزا وورد يوم فرحها دخلت الكنيسة وما خرجتش. العريس والعيلة قلبوا الدنيا، الشرطة قلبت المدينة، لكن بدون أثر، كأنها تبخرت. بعد أسبوع اتوجهت أصابع الاتهام للعريس، حبسوه سنة كاملة من غير أي دليل واضح. بس فجأة القس اللي صلى في الفرح لقى دم بين ألواح الخشب تحت المنبر. فتحوا الأرضية ملقوش حاجة، كان في أجهزة بتسجل صوت أنين بنت كل يوم الساعة 3 الفجر. جابوا خبراء الصوت وتحليل، قالوا الصوت جاي من غرفة مدفونة تحت الكنيسة، مش في الخرايط. حفروا لقوا سلم حجري قديم ونزلوا في القاع، لقوا فستان الفرح الأبيض ملطخ بالدم ومع كاسيت شغال. الصوت كان صوت إليسا بتقول: